دايما بتدور على الاشخاص الصح يبقوا في دايرتك، او افضل شخص في الدنيا عشان ترتبط بيه. بس كم مرة اشتغلت انت على نفسك عشان تبقى انت الشخص الصح للي حواليك، او تبقى انت افضل شخص للشخص اللي هترتبط بيه؟ طب اقول لك على حاجة، انت هيفضل عندك مشكلة في الاولى مش هتعرف توصل لها طول ما مشكلتك في التانية لسه موجودة، طول ما انت بتختار الاريح ليك، طول ما انت دايما فكرك متمحور حوالين نفسك، وانت دايما بتبص على ان انا عايز الافضل. بس كم مرة انت اخترت انك تبقى الافضل؟ على فكرة، طول ما انت ما بتختارش انك انت تبقى الافضل، انت مش هتعرف تلاقي الافضل، لانك انت مش هتعرف تلاقي حاجات في ناس وتعرف تشوفها بشكل عميق وانت ما اشتغلتش عليها في نفسك اصلا، مش هتعرف تكتشفها. انت طول الوقت هتبقى سطحي، طول الوقت هيبهرك اللي بيتظاهر بالصدق، هيبهرك اللي بيتظاهر بالامانه، هيبهرك اللي بيتظاهر ان هو بيحب باكبر شكل. بس هتيجي تكتشف انه انت نظراتك سطحيه، وانك انت اخترت غلط، وتلاقي انه في حاجات انت كنت غبي ما كنتش شايفها من الاول. ليه؟ علشان انت ما اخترتش ولا مره انك انت تبقى شخص عميق، انت قررت انك انت كمان تبقى سطحي، فالطبيعي انك انت مش هتعرف تشوف غير السطحي. فشغلك على نفسك هو اللي هيخليك تاخد احسن حاجة، هو اللي هيخليك تعرف تشوف بعمق، هو اللي هيخليك تعرف تختار صح.